بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة رب المجد يسوع وإرشاد روح القدوس نكمل مع بعض سلسلتنا أزمة حيرتني ولكن آية ريحتني. في يوم جالي حد من ولاد الكنيسة وقال لي يا ابونا أنا في أزمة كبيرة قوي. قلت له خير، ربنا ما بيخليش أزمة بلا لازمة. فقال لي أيوة أنا متابع الحكاية دي، لكن عايز أقول لك أنا لسه راجع من عند الدكتور أنا والمدام، وبعد ما عمل لها سونار الفور دي بعد الشهر الرابع يعني قلت له ربنا اداكوا حمل. قال لي قلت له طب يا اخي مالك بتقولها كده، انت وزعلان؟ ده انت بقالكوا سنين، بقالكوا حوالي 7 سنين ومنتظرين الخبر الحلو ده، جاي دلوقتي بتقولوا انت وانت زعلان. قال لي اسمع يا ابونا بقيت الحكايه بعد السونار الدكتور قال لنا ربنا هيدينا بنت حلوه، لكن يا خساره الحلو ما بيكملش زي ما بيقولوا، جايه ناقصه دراعها الشمال من الكتف. وانا الحقيقه جاي لك علشان هي نفسها نفسيتها تعبانه جدا، طالعين من عند الدكتور وهي بتعيط بدل ما نبقى فرحانين. بقول له ليه تبقوا زعلانين؟ قال لي يا ابونا بقول لك دي بنت وناقصه دراع من الكتف، يمكن لو ولد هتبقى الحكايه اهون. بس انا عايز اقول لك هي قالت لي تروح لابونا دلوقتي. هو سبق مره قال في عظه إنه كان في حالة شبيهة زي دي وعند نفس الدكتور، والحقيقة أنا عارفة الدكتور ده دكتور شاطر من ولادنا. وأبونا قال لما في العظة لما قولوا كانوا زعلانين كده بنفس الطريقة دي، قال لهم هو يقدر يكمل. قالوا له الدكتور قال بعد الشهر الثالث مفيش تكملة، خلاص عند 3 شهور، نهاية 3 شهور كل الأعضاء الموجودة خلاص هي موجودة، إنما يحصل لها نمو. فقلت له الدكتور يقول كده لكن ربنا لسه ما قالش كلمته الأخيرة، هو صاحب الكلمة الأخيرة. الحكاية مش معجزة قد ما هي إيمان. ربنا دايما كان لما يعمل معجزة لأي إنسان يطلبها كان يقول له أتؤمن؟ وانتوا الحقيقة زودوا إيمانكم. وافضلوا هقول لكم حاجة تقولوها زي ما قلتها في العزة إذا كنت بتفكرني بيها اللي حصلت من سنين قبلها. انت ومراتك هتصلوا كتير وتتناولوا كل اسبوع، هي كمان بالذات تتناول كل اسبوع على الاقل مره، وهتفضلوا صلواتكم صبح وبالليل تقولوا كمل يا كامل، وانا هشارككم في الصلاه، لكن الحقيقه مطلوب صلواتكم بايمان. فقال لي يعني ايه بايمان؟ قلت له علشان يكون عندك ايمان تاخد آية من الكتاب المقدس على الأقل آية وتعيشها. قال لي طب اختار لي آية. الحقيقة بيني وبينكم أنا يعني عارف إن هو قد كده في البيت جبار، حتى وسط إخواته الكبار ما هوش الكبير، لكن كلمته بيحاول يمشيها بالقوة على الكبير وعلى الصغير. فقلت له طب بص، فتحت الكتاب المقدس قلت له اسمع، شوف ربنا يسوع بيقول لتلاميذه لما فكروا مين فيهم أعظم قال لهم لا يكون فيكم هذا الفكر، من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخر الكل، ومن أراد أن يكون عظيما فليكن للكل خادما. عيش الآية دي بصدق وبقلب وبرضا، وخلي كل اللي حواليك يشوفوها فيك، وفي وقتها بالفعل إيمانك هيزيد. ولما إيمانك هتزيد، لما إيمانك يزيد، ربنا قال لو اجتمع منكم 2 على الأرض في صلاة من أجل طلبة يطلبوها ربنا يستجيب، أنت ومراتك، وأنا كمان هكملكم تكملة عدد، وأنا هصلي معاكم في نفس الوقت لحد الولادة. وربنا أنا واثق أن ربنا لو عشت الإيمان ده بجد هيبقى بالفعل ربنا هيسمعك. فقال لي بس بص يا ابونا أصلا في البيت بحس إنهم مش بيفهموا قوي، فعشان كده بقول واحيانا ببقى عنيف في رأيي. قلت له على فكرة الكبرياء
دايما لها مبرر عند اللي بيعمل كده. وهقول لك بيقولوها في زي كأنها في قصة، هقولها لك برضو عشان تبقى عارفها. في ايدين الكف الواحد في فرصة لكل صابع يقول أنا الأول وأنا الأفضل وأنا الأحسن. الصابع ده اسمه الإبهام، بيقول لزمايله اسمعوا، أنا الكبير، أنا التخين اللي فيكم، أنا الأول، ربنا خلاني أولكم، وكمان خلى كل واحد فيكم يحتاج لي لما يمسك أي حاجة. الصبع اللي جنبه اسمه السبابة، قال له ما تنساش أنا الآمر الناهي، أنا اللي بأمر وأنا اللي بنهى. لكن الصبع اللي في الوسط قال لهم كأني أنا مش موجود، ده انتوا 2 على يميني و2 على شمالي، وربنا خلاني في الوسط علشان كأنكم انتوا بالنسبة لي حماية وأنا الملك. أما الصابع البنصر اللي جنب الخنصر قال لهم وانتوا ناسين ان الملك اصلا بيلبس الخاتم الذهب فيا انا، يعني انا المميز عند الملوك، انا المميز اللي دايما لابس الذهب. لكن الصابع الخنصر قال لهم وانتوا في الوضع الطبيعي كلكم بتبقوا عليا، انا بقى الحقيقة ابقى شايلكم وفرحان بيكم، فرحان ان انا قادر اقدم لكم خدمة وقادر اريحكم. قلت له خليك زي الخنصر. كل واحد في الصوابع دول كان عنده مبرر يكون الأول ويكون الأكبر وتبقى كلمته مسموعة، وإن هو مميز ومتميز ولازم الكل يعمل حسابه. لكن الخنصر قدم درس حلو قوي، إن هو يبقى مريح للكل، خادم الكل، شايل الكل، فرحان بالكل، مش بيسبب لأي حد مشكلة ومحدش بيشتكي منه. قال لي أوعدك أعمل زيه، وبالفعل بقى يعمل كده ويجتهد في كده، وخلى دي كأنها مسؤوليته. وعدت ال4 شهور اللي باقيين على الحمل، وقد كان وهم بيقولوا كمل يا كامل، عملها الكامل. الله، برغم ان الموضوع ده عدى له بقاله سنين، الا ان لما فكروني بيه كأن الموقف بقى بيجدد نفسه. ولاد ربنا غاليين على ربنا، عايز يفرحهم ويسعدهم، زي ما قال الرسول الذي بذل ابنه الوحيد، كيف لا يهبنا معه كل شيء. الذي بذل ابنه الوحيد لأجلنا، كيف لا يهبنا معه كل شيء. عايز يدينا كل حاجة. حبايبي، احنا محتاجين نعيش الإيمان بس يزيد جوانا الإيمان، وربنا يسمع لنا في كل الأوقات ويدينا من فيض رحمته ومحبته الكثير. له كل المجد الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين.